الصالح. وظل سلمان بعده فترة طويلة يعمل في خدمة الكنيسة بالشام، إلى أن التقى برجل من قبيلة كلب من شبه الجزيرة العربية، أتى إلى الشام في رحلة تجارية. يعني أنكم ستعودون غدا إلى شبه الجزيرة العربية؟ نعم. هل لك أن تأخذني معكم؟ أتريد أن تسافر إلى الجزيرة العربية؟ نعم، ما زلت أحلم بلقاء نبي آخر الزمان. نبي آخر الزمان؟ لقد كسبت عددا من الغنم والبقر نتيجة عملي هنا في الشام. سأعطيها لكم كلها مقابل أن تأخذوني إلى بلاد العرب. ها؟ حسن، سأعرض الأمر على رفاقي، ولكن كيف ستعيش في شبه الجزيرة العربية بعد أن تعطينا كل غنمك وأبقارك؟ الرب الذي رزقني هنا سيرزقني هناك. المهم أن ألتقي بهذا النبي وأعتنق دينه وأصل إلى الحقيقة التي أبحث عنها منذ سنين عديدة. لماذا توقفنا؟ لنستريح قليلا من عناء السفر. حقا لقد نفد الماء الذي كان معي. ونفد ماؤنا أيضا. سنضطر إلى شراء الماء من هذا اليهودي. وكيف عرفت أنه يهودي؟ لا أحد سوى اليهود يستغلون هذه الظروف الصعبة ويبيعون الماء للمسافرين على الطريق. هات قربتك سأملأها لك. شكرا، سآتي معك. لا لا، ابق هنا لتحرس الدواب والغنم. حسنا. بكم تملأ قربة الماء؟ بدرهم. كثير جدا. اذهب لغيري إن شئت. تعلم أنه لا يوجد غيرك يملك الماء. إذا تدفع لي ثمنه دون جدال. ليس معي نقود، ولكن يمكنني أن أقايضك بشيء آخر. وما هو؟ عبدي هذا أبيعه لك مقابل الماء والطعام، ثم تعطيني الفارق في السعر. يبدو عبدا قويا وفتيا ومخلصا وأمينا. بكم تبيعه لي؟ ب10 أوقيات من الذهب. لا 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 لا، سأشتريه ب6 أوقيات فقط. 8 أوقيات. 7 أوقيات، ولن أزيد عن ذلك. هذه قربتك ملأتها لك بالماء. ولكنك تأخرت كثيرا. لأن اليهودي قد جادلني في السعر كثيرا. هل سنتحرك الآن؟ نعم، سنتحرك الآن. انتظر، لقد أخذوا دابتي. لا تقلق، سيوفر لك اليهودي دابة أخرى. ومالي ومال اليهودي؟ لقد أصبحت ملكي الآن. ملكك؟ ماذا تقصد؟ أقصد أنهم قد باعوك لي وصرت عبدا عندي. لا لا لا، لست عبدا، أنا حر. أنا ابن سيد قومه في فارس. كلكم تقولون ذلك. لقد قبضوا ثمنك ورحلوا وتركوك. لا لا لا، لست عبدا، لن أصير عبدا أبدا. قف أيها العبد الأحمق، وإلا أوسعناك ضربا. إليكما عني، فأنا لست عبدا، لست عبدا. تعد. هل أدركت الآن أنك عبدي ولا تستطيع أن تتحرك إلا بإذن مني؟ لست عبدا، قلت لك كان أبي سيد قومه في بلدنا. ولماذا تركت بلدكم؟ لأبحث عن الحقيقة. الحقيقة التي يجب أن توقن بها أنك أصبحت ملكي الآن. باعك أصحابك لي
وقبضوا الثمن مني. ليسوا أصحابي، لقد غدروا بي. عن نفسي لن أغدر بك، ستخدمني مقابل طعامك وشرابك وكسوتك. وحريتي. أما زلت تسأل عنها؟ ألم تعرف بعد أنك فقدتها إلى الأبد؟ إن أطعتني فستعيش في سلام، وإن حاولت أن تعصيني فلن ترى من العيش إلا أسوأه، وسوف تطيعني في النهاية رغما عنك. سيولد نبي آخر الزمان في بلاد العرب، وسيسكن في المدينة التي توجد بين حرتين وينتشر بها النخيل. عمت صباحا يا سلمان. ها هي البذور التي طلبها سيدك. تأخرت كثيرا. حقا كنت طيلة أمس مع نفر من الخزرج يتحدثون بشأن ذلك النبي القادم إلى يثرب. نبي قادم إلى يثرب؟ نعم، ألم تسمع عنه؟ وكيف أسمع عنه وأنا لا أخرج من هنا إلا بأمر سيدي؟ إنه محمد بن عبد الله من بني هاشم في قريش. يعني ذلك أنه ولد هناك؟ وهاجر من مكة لينجو بدينه وبنفسه وأصحابه. وسيسكن هنا في يثرب؟ هذا ما عاهده عليه 70 نفرا من يثرب في بيعة العقبة الثانية، وقد وصل بالفعل إلى قباء وبنى فيها أول مسجد في الإسلام. تعني أنه في قباء الآن؟ خرج سلمان سرا دون علم سيده اليهودي، وانطلق إلى قباء ليلتقي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل دخوله إلى يثرب. كان يحلم بأن يكون هو نبي آخر الزمان الذي ظل يبحث عنه طيلة هذه السنين. وقف أمام المسجد الذي به رسول الله الآن، وشعر أنه على بعد خطوات من الحقيقة التي ضحى من أجلها بكل شيء، أهله ووطنه وماله وحريته. كان الصحابة من الأنصار عند رسول الله يستمعون إليه ليعرفوا المزيد عن الدين الجديد الذي أتى به، بينما تقدم سلمان من الرسول وألقى عليه السلام كما تعلمه من صديقه تاجر البذور. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سلمان الفارسي، واحد من العبيد في المدينة. عرفت أنك قادم من مكة بدين جديد تقول إنه آخر الأديان، وإنك نبي هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا خاتم الرسل أجمعين. ولهذا جئت إليك بتمر من مال الصدقة. رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ التمر، وقال لسلمان: أمرني ربي ألا آكل من الصدقات. هنا تذكر سلمان كلام الأسقف الصالح عن نبي آخر الزمان عندما أخبره أنه لا يأكل الصدقة. وفي اليوم التالي جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا كيسا آخر من التمر. السلام عليكم، مرحبا بك في مدينتنا. أتيتك بهدية من التمر. أخذ رسول الله كيس التمر من سلمان وشكره عليه، ففهم سلمان أنه يقبل الهدية، وتذكر كلام الأسقف الصالح عن نبي آخر الزمان أنه لا يأكل الصدقة ولكنه يقبل الهدية، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدو أنك حقا نبي آخر الزمان. يرفض الصدقة ويقبل الهدية؟ نعم. وماذا تنتظر حتى تؤمن به نبيا؟ العلامة الثالثة، خاتم النبوة. وكيف ستراه؟ سأحاول أن أتحين الفرصة لأختلس النظر إليه. وهل سيكون خاتم النبوة هذا في موضع ظاهر في جسمك؟ نعم، في
في ظهره، ولكني لا أعرف أي موضع في ظهره. أراك تتمنى أن يكون محمد هو النبي المنتظر. بالطبع، فقد جئت إلى هنا بحثا عنه. اسمع، سأساعدك في ذلك. كيف؟ عرفت أن جنازة أحد المسلمين ستخرج من المسجد غدا. اتبع الجنازة وارقب محمدا واقترب منه قدر ما استطعت. وهل سيتبع هو هذه الجنازة؟ بالطبع، فمنذ دخل المدينة وأسس مسجده فيها وهو يصلي على كل مسلم مات فيها، ثم يتبع جنازته إذا استطاع لذلك سبيلا. حسن، سأكون خلفه في هذه الجنازة. في الصباح كان سلمان الفارسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة المسلم، وفي المساء كان معه في المسجد، وقد فهم الرسول أنه يبحث فيه عن خاتم النبوة، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهره الشريف، فرأى سلمان خاتم النبوة وأيقن أنه نبي آخر